هنا راح نحليه بالعسل. انتوا تريدون تضيفوا له عسل، تريدون تضيفوا له سكر، براحتكم، والحلا حسب ما انتوا تريدون. القيسي او الطرشانة العراقية على الطريقة البغدادية، وعند مطبخ فوفا غير يعني الابداع، يعني الجمال، يعني الذوق. مكونات الطرشانة او القيسي هسه حطيت نص كيلو طرشانة مجففة غسلتها غسل زين، وعندكم العلوشة، ناس تسميها علوشة وبعض البلدان يسموها القراصية. نص كيلو الطرشانة مع 200 غرام العلوشة، والزبيب تقريبا 100 غرام، والجوز او عين الجمل ناس تسميه 200 غرام. غسلتهم كلهم كل واحد على جنب وخلطناهم مع بعض. هنا عندنا مقدار كيلو من اللحم، لحم سلقة، وننزل عليه ورق اللورو عشان ورق اللورو يسحب كل الدهون الثلاثية اللي باللحم. هاي ارتفعت عندنا كل الريمة، رح نشيلها. شوفوا فائدة ورق اللورو شلون سحبها. هنا بعد ما استوى اللحم رفعنا ورق اللورو، شوفوا شلون استوى وصار. رفعنا ورق اللورو، رح ننزل المكونات. هنا تطحنون الحبهان او الهيل مباشرة، تطحنوه وتنزلوه. هاي بعد ما تركنا المكونات مع اللحم تسبكت لمدة نصف ساعة. شوف الجمال، تجنن ما شاء الله. حرفيا ما دا اعرف شلون اوصفها، الروايح مالتها، الطعم، المشمش على العلوشة على العسل على الهيل، ما دا اعرف. واللحم يجنن طعمه صاير بصراحة، فشي فعلا دمار شامل. وكالعادة 10/10. ولا تنسون لايك وفلو وشير لهاي الوصفة. أمانة أريدها تطلع اكسبلور بمناسبة العيد، وكل عام وأنتم بألف خير.